السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى اول يوم رمضان، والروتين بتاع الشعب المصري لازم محاشي كل الانواع بقى اللي تحبوها. هنا بقى عملنا الفراخ تبلناها، يعني مش لازم التتبيلة تبقى الفراخ المشوية، لا لو تبلتيها كده اللي انت تسلقيها تدي طعم، وتحطش كده التتبيلة جوه الجلد بتبقى ريحتها وطعمها حاجة تانية خالص. هنا بقى غلينا المية وحطينا عليها ورق لوري وحبهان ودماجي وبصلاية كده، وننزل فيها كده الفراخ بسم الله. نحط الكمية اللي احنا عايزينها كلها، تسيبيها تغلي شوية وتوطش عليها وتسيبيها براحتها خالص. تعمل معاكي أحلى شوربة، تعملي بيها طبيخك وأكلك، وبجد حاجة جامدة جدا. والنهاردة بقى طبعا معروفة المحاشي، انتوا لو عاملين حاجة تانية ابعتولي في الكومنتات قولي عملتوا ايه النهاردة أول يوم رمضان. ربنا يا رب يعيدوا عليكم باليمن والخير والبركات، وكل واحد نفسه في حاجة يا رب يحققها له. والسنة الجاية ان شاء الله ربنا يكرمنا كلنا يا رب، ونروح كده الحرم المكي يا رب. هنا كده الفراخ اتعملت اهي، والشوربة بقت دسمة جدا وجميلة، اللهم بارك. جهزنا بقى طبعا المحاشي بتاعتنا من قبلها بيوم، بقى بنحضر وبنعمل. لو عايزين طريقة المحاشي والخلطة الرهيبة بتاعتنا تقدروا تشوفوها في الفيديو اللي كنا عاملينه قبل كده. محبتش هتقل عليكم واعملوا تاني، هو انا هسيبهولكوا في صندوق الوصف. ازاي نلف الورق العنب كده، ازاي نعمل البتنجان، ازاي نعمل الخلطة نفسها لو لسه مبتدئة. كتير مننا طبعا يقولوا احنا يعني الحاجات دي عادية وبنعرف نعملها، بس في ناس مبتدئة يعني زي حالتي كده في البداية كنتش بعرف اعمل اي حاجة خالص. هنا بقى عملنا لسان عصفور وعملنا المحاشي وحمرنا الفراخ بتاعتنا. خلاص بقى المغرب قرب بيأذن، فهنجهز بقى كده ونغرف الأطباق بتاعتنا. عملنا بقى كده شوربة لسان عصفور، عملنا بتنجان محشي وفلفل وكوسة وورق عنب وورق كرنب، والفراخ عمرناها كده بالخلطة الكنتاكي. حاجة كده مبهرة جدا وحاجة جميلة جدا. ده الروتين حبيت اشاركه معاكم اول يوم، وتشاركوني بآرائكم لو في أكلة جديدة حابين نعملها، وفي حاجة جديدة حابين نعملها برضو ابعتولي قولولي عملتوا ايه النهاردة. بس نرص كده البتنجان بتاعنا بالشكل الجميل ده. بصوا، احلى حاجة ان انت تكوني عاملة المحشي بتاعك مفهوش ولا نقطة مية لسه مبقية، بس يطلع كده مفلفل وجميل جدا، اللهم بارك. كده احنا خلصنا الطبق البتنجان بتاعنا. دي الحركة المصرية العادية بتاعتنا، نقلب كده حلة المحشي ورق العنب او الكرنب، ينزل كده على طول. بصوا ملفوف لفة جميلة جدا، والطعم بقى ما اقدرش اقول لكم يا جماعة، يعني انا حبيت انا صورته وحبيت اقوله كده بعد الفطار، بجد الطعم خرافة. بصوا ده بقى الكرنب بتاعنا. واحلى حاجة بقى انت ما تكتريش بقى وتعملي اكلات كتير، محدش بيقدر ياكل كتير في رمضان، بس رمضان دوت مختلف شوية ان هو جاي في الشتاء مش ان هو في الصيف قوي، ايه يعني الواحد هياكل حبة عن كل رمضان. وشوفوا وشكوا على خير، وسنة طيبين، واول يوم خلص.